مثل في القرآن العزيز: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله القائل: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءة أي وقاية. اللهم إنا نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ظالم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على خطاه إلى يوم الدين. خير وصية أوصيكم بها تقوى الله، فإن من اتقاه وقاه ومن شكره زاده. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، الزواج والتزاوج سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ليس فقط بين البشر وإنما بين الحيوانات والطيور، بل حتى بين الأشجار والنباتات. حتى النباتات والأشجار تتزاوج. كيف تتم العلاقة؟ بواسطة الريح، وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح الذكر والأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق من كل جنس اثنين، ولا بد من العلاقة فيما بين هذين الاثنين. ما هي شروط وضوابط العلاقة الزوجية التي أرادها الإسلام؟ وكيف وضع لنا الإسلام تصوره لبناء أسرة لا أقول سعيدة، لأن مفهوم السعادة في هذه الحياة إنما هو نسبي. السعادة الحقيقية هناك، ولذلك قال عن تلك الدار فمنهم شقي وسعيد. أما هنا فنحن قدر الإمكان نتلمس طريق السعادة. كيف شرع وضبط الإسلام أو أعطى معالم بناء الأسرة الصحيحة ونرجو لها السعادة؟ أولى هذه الشروط والضوابط البلوغ بين الفريقين، يعني أن يكون هو المتزوج بالغ وهي بالغة. قال عز من قائل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فالرشد والبلوغ جعله الإسلام هو مناط التكليف، ولذلك لا يجوز تزويج البنت الصغيرة تحت البلوغ ولا الولد الصغير. وما يروى من أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وهي أقل من ذلك، هذا هراء لا أصل له ولا فصل، وإن كان رواه فلان وعلان، فحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف هدي القرآن. وباختصار هذه المسألة الصحيح فيها أن سن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان فوق 18 سنة عندما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك ففيه إساءة لمقام النبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وتتألم أن البعض يدافع عن فلان وفلان رواة الحديث وينسى بأن فيه هذا إساءة بالغة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أول شرط هو البلوغ، أن رب العالمين جعل البلوغ هو مناط التكليف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح والرشد، يعني الآن بالغ، أصبح بالغا، فيترتب على تصرفاته المعاملات وصحة المعاملات على رأسها الزواج. الشرط الثاني الرضا، أن يكون راضي عن هذا الزواج وليس مجبرا عليه ولا مكرها. فعندما جاءت الفتاة الأنصارية تشكو أباها إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته،
وأنا لست راضي على هذا الزواج. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزواج، قال زواج مرفوض. أبويا أنا زوجت ابنتي غصبا عنها، زواج مرفوض. قالت الآن أجزت ما وعد به أبي، ولكن أردت أن يعرف الناس بأن لنا شأن، قضية تخصنا نحن في المقام الأول، تخصني أنا كبنت أريد الزواج، لابد من رضائي. وهذين الأمرين البلوغ والرضا للأسف في العالم الإسلامي المتخلف البعيد عن شرع الله تبارك وتعالى هم باعتقادي أصل أسباب المشاكل الزوجية فيما بين الأزواج في عالمنا الحزين. زوجها وهي صغيرة وطبعا بدون رضاها فشعرت بالغبن والظلم، فتحصل بعد ذلك الخيانات والمشاكل الزوجية، وغالبا ما يفضي إلى الطلاق وإلى الشقاق. من البداية لابد أن يكون الأساس صحيحا، لابد أن تكون البنت والشاب بالغين، ولا بد من الرضا. والرضا لا يكون إلا عندما يكون قد تجاوز سن البلوغ. أيضا من الشروط الإصلاح، وشرط الإسلام لابد له من تفصيل. لا يجوز للمسلم رجلا كان ذكرا كان أو أنثى أن يتزوج أو أنثى لا يجوز لهما أن يتزوجا مشركا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا زواج المشركين سواء ذكرا أو أنثى. أنا كرجل مسلم لا يجوز لي أن أتزوج مشركة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والعبد المؤمن خير مشركا ولو أعجبكم. فإذا هذا يستوي به الذكر والأنثى. يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من مسيحية مؤمنة أو من يهودية مؤمنة، بمعنى مؤمنة بدينها، مش مؤمنة بديننا، مؤمنة بدينها. لكن إذا كان تسمى مسيحية لكنها ملحدة أو لا تؤمن بشيء، نقول أيضا هذا لا يجوز. فلا بد أن تكون مسيحية مؤمنة أو يهودية مؤمنة، فيجوز الزواج منها بالنسبة للرجل المسلم، بدليل قوله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. بالنسبة للمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا رجلا مسلما. بالنسبة للمرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج إلا من مسلم. قال عن المهاجرات المؤمنات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن للكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمرأة المسلمة لا تحل لغير المسلم. طيب لماذا هذا الفرق؟ يعني لماذا الرجل يجوز أن يتزوج امرأة مسيحية أو يهودية ولا يجوز للمرأة المسلمة؟ طبعا هذا يتعلق بقضية النسب، لأن النسب الطفل ينسب إلى أبيه بالإضافة إلى شرط القوامة. فعندما أتزوج مسيحية أو يهودية فأنا أصلا أؤمن بدينها الأصلي، يعني أؤمن بنبيها، أؤمن بكتابها. بينما عندما يكون العكس فهنا عندنا خلل. الرجل المسيحي أو اليهودي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا الفرق فيما بيننا أو بين الرجل وبين المرأة. طيب، أيضا من الشروط شروط الإشهاد، يعني الإشهاد على صحة هذا الزواج. الغريب في الموضوع بأن الإشهاد على الزواج هو سنة فطرية، يعني لن تجد في القرآن الكريم دليل يقول بوجوب الإشهاد على الزواج، وهي من المفارقات العجيبة. تجد في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى طلب منا الإشهاد على الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني عندما تريد أن تطلق بالمناسبة فلابد أن تحضر اثنين وتقول لهم: أنا فلان طلقت فلانة واتفقنا على الطلاق، حتى يصبح الطلاق نافذا. أما أن تقول لزوجتك أنت طالق هكذا وتمشي، هذا الطلاق باطل. فلابد من إشهاد اثنين. طيب، ما هو الدليل على إشهاد الزواج أو على الزواج؟ في الحقيقة لا يوجد دليل في القرآن الكريم، إلا أنه كانت سنة فطرية قبل الإسلام، وجاء الإسلام مؤكدها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما في عندنا دليل في القرآن الكريم يقول عند الزواج أنه آتي برجلين،
لا يوجد. لكن كان هذا معروف بأنه أي زواج شرعي لابد من الإشهاد عليه عرفا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من نكاح شرعي حقيقي قبل الإسلام. جاء الإسلام وأكد هذه العملية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يعني لصحة الزواج لابد أن يكون ولي وشاهدي عدل. طبعا الولي يختلف، في البداية يكون الأب، بعد ذلك العم، الخال، الأخ، الابن إذا كانت المرأة يعني كبيرة في السن عندها ولد، إن لم مقطوعة من شجرة كما يقال، فتنتقل الولاية لأشخاص عامين يعني عام كالإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإمام ولي من لا ولي له. إذا هذا لابد يعني من شروط الإشهاد، والمينيمو أن يكون 2 من الشهود الرجال وليس النساء، فلا يصح شهادة النساء في الزواج. أيضا من الشروط الصحة. وأتكلم عن صحة العقل والنفس والجسد. يعني لابد أن يكون هو وهي عقله صحيح، مش ترللي يعني أهبل أو هي هبلة، وكذلك سليم النفس والصحة الجسدية، جسمه قادر على الزواج. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إنسان سفيه، ما قال لك رب العالمين ما تعطي مالك، فكيف أعطيه أختي أو بنتي؟ إنسان سفيه تافه خفيف تعبان، مخه تعبان، هذا لا يزوج. مصيبة، كارثة. ابن فلان ابن علان، يا حبيبي هذا إنسان معتوه مسكين، يعني ماذا نفعل له؟ نبليه بوحدة ويجي أولاده مجانين؟ مصيبة، كارثة. فلا بد من صحة العقل، وكون نفسيته سليمة، مش مريض نفسي مزمن. وكذلك صحيح بجسده وصحيحة بجسدها. لأنه بعلم الفرائض في شيء اسمه يا أخوان، في حالات أن امرأة ما عندها آلية الزواج، رتقاء بسموها، فيا أختنا في الله أنت يعني ما عندك آلية الزواج، فما تتقدمي للناس ونعمل طبيلة وزمير وبعد ذلك الأمور فضايح خلاص أنت هذا قدرك. أو العكس، بعض الشباب عنين، يعني بالفقه يسمى عنين، يعني ما عندك آلية التواصل الزوجي، أنت ما تتزوج، ما تجيب بنات الناس، وآخر شيء أنت ما عندك شيء، يعني آخر شيء الأمور ستتكشف. فلا بد أن يكون في صحة يعني جسمية، قادر على الزواج. أما أنت يعني لا تتوفر فيك شروط الصحة النفسية العقلية الجسدية، فباعتقادي ممنوع عليك الزواج. طيب، كذلك أن يكون وتكون ذا خلق ودين، وهذا هو الأساس الذي دعا إليه الإسلام. الأخلاق الرفيعة. الكثير للأسف يستهويه المنصب أو الجمال أو المال، فيجعل هذا الاعتبار هو منطلق للزواج، وبعد ذلك تحصل الكوارث الاجتماعية. يعني أغلب أسباب الفشل كانت حتمية، لأن البدايات كانت خاطئة، فالنتيجة طبيعي أن تكون خاطئة. ما أسسنا هذه الأسرة على بناء سليم وبناء صحيح، فشيء طبيعي أن تكون النتيجة الفشل والطلاق، وأحيانا للأسف ربما القتل كما يحصل في بعض الحالات. مريض نفسي هذا. يعني تعرفين الإحصائيات العالمية هم في إيطاليا كل 4 أيام تموت واحدة امرأة على يد عشيقها، زوجها، طليقة، إلى ما هنالك. مريض نفسي هذا، إنسان مريض، هذا يحب ذاته حبا مطلقا، وبالتالي لا يتصور أن الطرف الآخر ابتعد عنه. فإذا لابد من أن يكون هناك أخلاق تردعه ودين تردعه عن ارتكاب المحظور. هذه بنت ناس، فلا يجوز الاعتداء عليها،
ولا يجوز إهانته ولا يجوز سبها أو شتمها أو إلى ما هنالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا إلى هذا الجانب: إذا جاءكم مخاطبا أهل البنت أو الزوجة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. زوج صاحب الخلق والدين، قدمه، فالمال والمنصب والمال والله تطلع وتنزل ما تدوم، لكن الأخلاق بإذن الله هي التي تدوم. وأهم شيء في العائلية وفي الأسرة هو الستر والرضا. وكذلك خاطب الشباب قائلا: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ونسبها ومالها ولدينها. طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة ما الذي يدعوك لأن تتزوج هذه؟ ماذا أعجبتك؟ إما أن تكون جميلة أو غنية أو هذه من العائلة الفلانية أو ربما لدينها. طيب ماذا أفعل يا رسول الله أمام هذه الخيارات الأربع؟ فاظفر عليك بذات الدين والخلق، عليك بذات الدين والخلق. هذا الموضوع لابد من مراعاة يا إخوان في حالة الزواج، فلا تغرنك الحياة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا الصاعد الهابط. أيضا من الشروط القدرة المادية على الإنفاق على الأسرة المستقبلية. القدرة المالية على الإنفاق على الأسرة المستقبلية. شيخ أريد أن أتزوج، ساعدني في الزواج. مرحبا أخي الكريم، أين تسكن؟ والله أنا أصلا ما عندي سكن. طيب يا أخي ماذا تشتغل؟ والله قاعد بدور على شغل. وين تتزوج؟ في الشارع تتزوج؟ 80% من الأخوة الذين يطلبون مني هذا الطلب هنا بإيطاليا هو لا يريد عين الزواج، إنما يريد الزواج حلا لمشكلة مزمنة يعاني منها، ومش عايز يتزوج. يعني مش الزواج هو الأصل، هو عنده مشكلة إما في الأوراق أو في السكن أو في الشغل أو عايز فلوس. يقول لك يلا نكلم الشيخ ربما يدبرنا بنت حلال عندها قصر يلدز وسيارة آخر موديل ورصيد في البنك وتحتاج ذكرا وأنا ذلك الذكر. يا حبيبي الأمور ليست هكذا، الأمور ليست كذلك. مش أنت رجل على أساس ولا ذكر؟ في الإسلام يريد الإسلام رجالا، لا يريد ذكورا. الذكور كثير، فرب العالمين لما قال الرجال قوامون ما قال الذكور. فإن لم تكن رجلا لا تكلم الشيخ ولا تتعبني، لأنه هذا والله يا إخوان موضوع أتعبني. يعني أحيانا تتكلف وتضيع وقت وتتصل ببعض الأخوات وتعمل مش عارف إيش، وآخر شيء أنت مفكر رجل بيطلع هو ذكر. حبيبي مش عايزة هي هاي الأخت أو العايزة تتزوج مش عايزة ذكر، تريد رجل. فإن لم تكن رجلا ماذا نفعل يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب ومن لم يستطع ماذا أفعل يا رسول الله؟ أنا أريد الزواج. قال عليك بالصوم حبيبي، أنت عليك بالصوم. يعني non hai soldi, non hai casa, non hai lavoro, non hai permesso di soggiorno in Italia. Non devi sposare. Scusami. Cosa devo fare? Devi fare il digiuno, صيام. عليك بالصوم، هكذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صوم عن الزواج. مش بعضهم يقول لك يعني يصوم، لا هو مقصود الصيام عن الزواج حتى يغنيك الله من فضله. اشتغل، اسعى. لكن بهذه الحالة أنت لا يوجد عندك سكن، لا يوجد عندك شغل، حتى أوراق بإيطاليا ما عندك. يعني أنا مش عارف كيف زوجك أنت. أنا أحيانا أشعر بالإهانة عندما يطلب مني بعض الشباب. الله يجزاكم الخير. قلت 80% من الشباب هذه حالته. يا أخي تعبتني، يعني أنا نفسيا أشعر بالإهانة عندما تطلب مني هذا الطلب. جاي تضحك علي، ضيع لي وقتي. كون عندك مقومات الزواج مرحبا، أما مو فين تعيش بالخيمة، تعيش بالشارع. يكون عندنا عقل يا أخوان، لا إله إلا الله. فإذا الله يجزاك الخير، رب العالمين يعني أراد أن نكون رجال. الرجال قوامون على النساء بما فضلوه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
فأنت إذا ما عندك سكن، ما عندك آلية الإنفاق على الزوجة، عليك بالصيام يا حبيبي. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، حتى يعني إلى إشعار آخر، حتى لغاية أن يغنيك الله تبارك وتعالى من فضله. فلا تطلب مني ولا تتعبني بهذا الموضوع. من السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام الزواج من الأرامل والمطلقات. أيوة، أكرر، بعض الشباب اللي ما عنده أي حاجة تناقشه سنة سنة سنة. طيب طبق هاي السنة، يلا نشوف. دائما النظر إلى المطلقات والأرامل في بعض المجتمعات نظرة سلبية إلى درجة مقيتة. يا أخي أنتوا وين على أساس أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ والسنة يا شيخ، السنة السنة السنة. اتفضل هاي السنة، طبق لي السنة. يعني بس أنا يا شيخ أول مرة بتزوج، هاي السنة. يعني أنا بكر وأتزوج وحدة مطلقة أرملة؟ أيوة، مش هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يلف ويدور. هنا المصيبة، نأخذ من الدين دائما ما يوافق هوانا، ونتمسك بما يتوافق مع مصالحنا. يا شيخ أنا لازم أتزوج بكر، مش عارف. يا حبيبي، الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما تزوج ثيبا، مطلقة مرتين من قبله، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يلا طبقنا هاي السنة. المجتمع ماذا يقول عني الناس؟ تبحث عن رضا الناس. وأين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 12 مرة دوديتشي فولتي، 11 فيهم كلهم مطلقات وأرامل. يلا يا حبيبي طبق هاي السنة. يعني النظرة السلبية تجاه المطلقات والأرامل هذه نظرة جاهلية، نظرة جاهلية. ماذا تفعل مسكينة؟ زوجتها هي صغيرة، ما عندها رأي، غصبا عنها. شيء طبيعي أن تتمرد على هذا الزواج، تدفع جريرة أهلها، والديها، المجتمع. شيء طبيعي أن يحصل طلاق فيما بعد ذلك. فلماذا يعني ننكبها مرتين ونصيبها مرتين؟ خلاص ابن الحلال تزوج. أيها الشباب العزاب، تزوج مطلقة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام 11 مرة عندما تزوج، يتزوجهن مطلقات أو أرامل. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أساس العلاقة الزوجية أيها الشباب هو الميثاق الغليظ. إيش يعني الميثاق الغليظ؟ عندما نزوجك نقول لك نعم تزوجت فلان على كتاب الله وسنة رسوله. إيش يعني على كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني أنا مش عايز هذا العنوان المبهم. ما هو هذا العنوان؟ إيش يعني على كتاب الله وسنة رسوله؟ ورب العالمين قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعيد، عندما تقول تزوجت فلان على كتاب الله وسنة رسوله، أي على الميثاق، أو القرآن العظيم سماه الميثاق الغليظ، هو إما أن أمسك هذه الإنسانة بمعروف أو أسرحها إلى أهلها بإحسان. لا أضرب، لا أشتم، لا أسب، لا أهشم، لا أقتل، لا 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 اطلاقا يا ابن حلال. ما تستاهل الحياة، تجربة فاشلة. الحياة ليست كلها نجاحات. شيء طبيعي أن يحصل الطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام آل من نساء شهرا كاملا، قال لهم خلاص أنا زعلان منكم شهر كامل. شيء طبيعي. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أشيع الخبر بأن الرسول طلق نسائه. فإذا شيء طبيعي أن يحصل هذا. فإذا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما أن تمسك هذه الإنسانة التي لها أهل، عندها كرامة، إنسانة هذه بالخير، أو يا بنت الحلال وصلنا لطريق مسدود، تعالي نتفق أنا وأنت على الطلاق وآلية الطلاق بالمحبة. جميل. هذه التي سماها القرآن العظيم حدود. يا أخوان، أنت عندما تسمع كلمة حدود الله ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ هذا المصطلح موجود، حدود الله وتلك حدود الله. يعني ماذا تفهم منها؟ للأسف الفقهاء نقلوا هذا المصطلح
إلى شيء آخر تماما، ابتعدوا عن القرآن العظيم. هذا المصطلح يكون شيء ورد في القرآن الكريم وتورد شي فولتي 14 مرة حدود الله، 12 مرة تتكلم عن حدود العلاقة الزوجية، 12 مرة عن العلاقة الزوجية. يعني هناك في حدود انتبهوا إليها، لأن يعني أغلب الناس لا يهتم بهذه الحدود. أنا زوجتي ملكتها وملكت رقبتها وملكت روحها وملكت جسدها، بطخها بضربها عادي بالنسبة له. لا، ولذلك دائما رب العالمين يحذر أن هناك في حدود، عليك أن تتقي الله في هذه الحدود. 12 مرة تتكلم عن حدود في العلاقة الزوجية ومرتين خارج العلاقة الزوجية. الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تتكرر دائما وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. في آية واحدة تكررت أو هذا المصطلح 4 مرات. هذا الكلام في البقرة، أيضا في الطلاق تكرر هذا كلمة حدود الله. حدود الله لا تتعدى حدود الله، أي الحدود، التشريعات، التوجيهات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية أخوان، الأسرة هي أعظم بناء في المجتمع، في حدود، في ترتيب لها. كانت الأسرة ماكنة صحيحة المجتمع سليم. هدمت الأسرة فالله المستعان، لا تسأل عن المجرمين وقطاع الطرق ويملؤون الشوارع. فرب العالمين جعل هناك حدود في العلاقة الزوجية، في الطلاق، في الزواج، في التعامل إلى ما هنالك. فلا بد من مراعاة هذه الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. من يتعدى هذه الحدود التي رسمها القرآن العظيم، يا أخوان في القرآن العظيم في سورة اسمها سورة النساء، ما فيش سورة للرجال، في سورة اسمها الطلاق، تشريعات هائلة جدا ورائعة في كيفية العلاقة الزوجية التي سماها القرآن العظيم الحدود، ولا بد من مراعاة هذه الحدود. أخيرا نصيحة للشباب القادر على الزواج، ماذا تنتظر؟ يعني لاحظ بعض الشباب هنا تجاوز 40 وربما 45 وما زال ما أعرف ماذا تنتظر. يعني من يتوفر عندك سكن ولو بالمينيموم، أنت تشتغل الحمد لله مستورة، طيب لماذا لا تتزوج يا أخي؟ يعني هذه سنة الله في الكون. الله جعل الزوجة سكن للإنسان، وجعل الأولاد والزوجة قرة عين للمؤمنين الصادقين. يعني أن أتزوج وأن يكون عندي أولاد، فأنا إن شاء الله اتبعت سبيل الله تبارك وتعالى وكنت من عباد الرحمن. أما يعني تجاوز عمري 40 سنة وأنا ما يعني في شيء غير منطقي بالموضوع. توفر عندك الشروط بالمينيموم، توكل على الله وتزوج. فالزوجة والأولاد من أسباب السعادة النسبية في هذه الحياة. قال عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين، الولد والزوجة الصالحين طبعا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول